لدينا في القطاع الخاص 17 مليون مصري يعملون فيه، فلا بد من أن نحافظ عليه وننميه ونهيئ له المناخ، مع اهتمامنا أيضا بمن يعملون في هذا الوطن في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال، ومع اهتمامنا بأصحاب الحرف وأصحاب الصناعات الصغيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة والخاصة، كل هذا الوطن. لكن لا مجال أبدا للتقصير، ولا مجال أبدا لترك المسؤولية أو إلقائها على الآخرين أو ارتكاب الجرائم في حق هذا الوطن. لا مجال لقطع الطرق. أنا وجهت المسؤولين في الشرطة وبعون ومعاونة رجال الجيش، قطع الطريق جريمة، قطع الطريق جريمة. من لديه مظلمة فإنني أأثم إذا لم أستمع إليه، ولكن لا نقطع الطرق ولا نعطل الإنتاج ولا نستخدم أساليب العنف والقهر لباقي المواطنين. لن نسمح بذلك أبدا. لا بد وأن يعيش الناس في أمن واطمئنان، وهذه مسؤوليتنا. ولا بد من أن يحصل الناس على حاجياتهم اليومية، وهذه مسؤولية.